السلام عليكم أصدقائي. الموضوع ديالنا كما القاعدة على الصحراء المغربية. جبنا لكم الجديد وغادي نناقشوا لكم الموضوع خاص ديال الصحراء المغربية، الجزائر، جمهورية ديال الخفافيش، وهادشي كامل غادي نهضروا عليه. اللي عليكم هو تبعوا هذا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم بزاف 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 على الفيديو اللي حطينا على قاصف جمهورية وهمية، المنطقة ديال المحبس فاش كانوا صحراويين المغاربة كيحتفلوا في المحبس. شكرا لكم، وصلتوا 10 وزيد كثر من 300 لايك. شكرا 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 لكم بزاف بزاف. واش غادي نقول لكم صراحة كتفاجئوني. شكرا لكم بزاف 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 على هذا النجاح الرائع جدا. شكرا 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 لكم كاع الناس اللي كيتابعونا، خاص في الصحراء المغربيه، في العيون، في الداخله، اساساك، المناطق ديال الصحراء المغربيه في اي مكان. شكرا لكم كاملين، خصوصا الناس ديال اكادير حتى هما. شكرا لكم كاع الناس من طنجه الى الكويره العزيزه، اي واحد كيعرف بزاف داخل المغرب وخارج المغرب. شكرا لكم بزاف بزاف. الصحراء المغربيه والمغرب في صحرائه. ما هو الجديد؟ اذا الموضوع اللي ناقشنا لكم هو اللي كاين حاليا، ولكن بعض الناس كيسولوني، خاص كيقول لك واش ممكن نشوفوا الحرب بين المغرب والجزائر. اذا دائما كنناقشوا هادشي كنقولوا احتمال باش نكونوا واقعيين. دابا المغرب حسم الملف ديال الصحراء المغربيه، الجزائر سخونه، جمهوريه الخفافيش سخونه حتى هي. اذا احتمال نشوفوا مستقبل المغرب يواجه الجزائر. اذا الى شفنا الجزائر ونشوفوا المغرب، نلقاو المغرب افضل باش نكونوا واضحين. البارح بحثت قلبت على الانواع السلاح اللي عند المغرب والسلاح اللي كاين عند الجزائر. اذا الفرق ما كبيرش بزاف باش نكونوا واقعين. اذا فايتيننا واحد شويه في السلاح وفي الانواع ديال السلاح، ولكن حنا عندنا تطور في السلاح. اذا المغرب ماشي المغرب ديال 2018 ولا 2017، المغرب دابا تطور في الانواع ديال السلاح. اذا المغرب راكم عارفين علاقات دبلوماسي مع جميع الدول ديال العالم. اذا تطوير خاص في السلاح ديال المغرب. اذا الجيش المغربي قوي باش نكونوا واقعيين، القوات المسلحه الملكيه هي قويه باش نكونوا واقعيين. قدر الله، اذا هادشي كنتمنوا ما يكونش. ولكن بعض الناس كيسولونا واش ممكن نشوفوا واحد الهجوم بين الجزائر والمغرب. اذا كلشي ممكن باش نكونوا واقعيين. اذا المغرب حسم الصحراء ديالو، الجمهوريه ديال الخفيف شتيهم سخونين باش نكونوا واضحين. هما ما كرهوش الحرب، حيت عارفين بانه هما كلشي خسروه. الامم المتحده جريت عليهم كلشي خسروه، ما عندهم ولا امل ابدا باش نكونوا واقعيين. ولكن واش الجزائر قادره؟ الا رجعنا نشوفوا التاريخ ديال الجزائر، الحرب الرمليه انتصرنا عليهم. الجيش المغربي سيطر على وهران. تخيلوا، الحرب الرمليه انتصرنا على الجزائر ودقيناهم، والجيش المغربي وصل وهران الجزائر. الجيش المغربي خاص في وهران. من بعد الحسن الثاني ملكنا الله يرحمه قال لهم رجعوا صافي ماشي مشكل، رجعوا. غلبناهم ودقيناهم. فاش قال لهم الرئيس ديالهم المغرب حقرونا. اذا شوفوا انتصرنا عليهم، اشنو تبدل ديك الساعه ودابا بالعكس. دابا التطور في السلاح كما قلنا، عندنا الانواع ديال السلاح، عندنا الصواريخ، عندنا الطائرات الدرون مغربيه. المهم اش غادي نقول لكم، الجزائر والمغرب الفرق عادي جدا. باش نكونوا واقعيين، الميدان ان شاء الله الى قدر الله، هادشي كنتمناو ما يكونش، هادشي كنتمناو. حنا ما بغيناش هادشي، ما بغيناش الحرب، ولكن احتمال ممكن نشوفوا الحرب مستقبل بين المغرب والجزائر باش نكونوا واقعيين. عطوني عقلكم. دابا المغرب كيحمي الصحراء المغربيه، الجزائر هما كيدعموا صنداليستان، الجمهوريه ديال الخفافيش، كيحطوهم السلاح، كيقولوا ما سيروا ضربوا المغرب، حنا وراكم. دابا الجزائر فين كاينه؟ ورا الجمهوريه ديال الخفافيش. اذا الا كان قدر الله الحرب بين الجيش المغربي وجمهوريه الخفافيش، اذا الجزائر قدرت تدخل، حيت هما كيدعموا الجمهوريه ديال الخفافيش. والا دخلت الجزائر يدخلوا الدول الاخرين غادي يدعموا المغرب، وحنا العالم كلنا معانا.
اذا في الاخر شكون ينتصر؟ المغرب. باش نكونوا واقعيين، المغرب غادي ينتصر من جديد ان شاء الله بحول الله. كونوا على يقين، المغرب غادي ينتصر من جديد. ولكن هذا الشيء واش يقدر يكون؟ لا، احتمال فقط، توقعات فقط. هذا الشيء نتمنى ما يكونش توقعات فقط. ولكن القضيه ملي شفتوا صحراويين يحتفلوا بذكرى المسيره الخضراء خاص في المحبس، وهاجموا عليهم جمهوريه ديال الخفافيش، واستفزوا صحراويين المغاربه اللي كيحتفلوا بالذكرى ديال المسيره الخضراء. اذا فين جاو جمهوريه ديال الخفافيش؟ ضربوا من ارض الجزائر، دخلوا من ارض الجزائر. ولكن الطائرات الدرون المغربيه قالت لهم واي طورتوا بزاف ياك، باق 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 وقضت عليهم. باش نكونوا واضحين دابا حنا اش غادي نقول لكم؟ وانا المغرب ديما كيدكوا هما براسهم كتبوها في الصفحه ديالهم، كيقول لك الطائره الدرون المغربيه سببت لينا المشكل، ما كنقدروا نشوفوها، ما كنقدروا نسمعوها، لا حتى شي حاجه. هاد الطائره الدرون المغربيه سببت لهم مشكل. باش نكونوا واقعي، انتصارات دبلوماسي خاص في الصحراء المغربيه. اذا شفتوا فرنسا اعترفت بالصحراء المغربيه، دعمها المبادره ديال الحكم الذاتي. ازيد اكثر من 88 دوله كلها اعترفت بالصحراء المغربيه والسياده المغرب على صحرائه. ازيد اكثر من 30 قنصليه اللي تفتحت في الداخله والعيون. اذا دبلوماسي انتصارات. فرنسا حتى هي دعمت السياده المغرب على صحرائه الى الابد. اذا واحد انتصار كبير جدا 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 على المغرب، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. وحنا بعض الناس اللي كيسولوا، حنا الجزائر باش نكونوا واضحين، الجزائر ماشي دوله قويه، باش نكونوا واقعيين. كما قلت لكم السلاح ديالهم، حيت البارح بحثت تقريبا ساعتين تقريبا كنقرا على انواع ديال السلاح اللي عندهم، وقررت السلاح ديال الجزائر والسلاح ديال المغرب. اذا الفرق بسيط جدا، هما اكثر منا باش نكونوا واقعيين. الانواع ديال السلاح اللي عند الجزائر اكثر منا، ولكن حنا عندنا السلاح متطور باش نكونوا واضحين. اذا العلاقه ديال المغرب مع اسرائيل، مع اوروبا، مع امريكا، اذا الانواع ديال السلاح قويه، الانواع ديال السلاح اللي مطوره بزاف. ممكن نفاجئوا الجزائر، والجزائر هما اصلا خايفين باش نكونوا واضحين. دابا قالوا حكا المغرب، ماشي المغرب هو ديال 2018 ولا 2019 في الماضي. المغرب تطور بزاف خاص في الانواع ديال السلاح، تطور الجيش المغربي، تطور القوات المسلحه الملكيه، خاص شفتوا كيفاش كيدافعوا على الاراضي ديالنا في الصحراء المغربيه. ونتمنى ان شاء الله يكون خير، هذا الشيء كنتمنوا ان شاء الله، ونتمنى المزيد ديال النجاح ان شاء الله بحول الله. وفي نفس الوقت الاحتمال والتوقعات فقط. كاع الناس اللي كيقول لك يقدر يكون الحرب بين المغرب والجزائر، كلشي ممكن، توقعات. ولا قدر الله كاين الحرب بين المغرب والجزائر، الدول ديال العالم كلهم في جنبنا، باش نكونوا واضحين. وحنا قادرين، حنا راه عندنا دوله قويه، وعندنا الجيش، وعندنا القوات المسلحه الملكيه، وعندنا ملكنا محمد السادس الله ينصروه، وعندنا بزاف ديال الدبلوماسي انتصارات، باش نكونوا واضحين. القضيه ديال الصحراء المغربيه حسمت. اذا القنصلات اللي تفتحوا، اعترافات الدول، مؤخرا اعتراف فرنسا بالسياده المغرب على صحرائه، اذا الامور حسمت، انتهت. اذا نتمنى الاعجاب ديالكم، وفي نفس الوقت غادي نبحثوا ان شاء الله ونديروا شي موضوع جديد ان شاء الله، ونناقشوا لكم مزيد ان شاء الله. صحراء مغربيه والمغرب في صحرائه الى الابد. تحياتي. اكادير المغرب.